السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل لانشون فراخ بطريقة سهلة جدا وبيضة واحدة بس. تعالوا معايا صدر من الفرخة، وكمان التوابل معايا ملح وفلفل اسمر، تمام، وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، وكمان توابل فراخ، ونص كوباية من المية المسلجة، وبيضة، وكمان لون طعام احمر. تمام، اول حاجه يا بنات هنجيب صدر الفرخه ده نفرمه في الخلاط، فرم ناعم جدا، لازم فرم ناعم جدا. تمام، انتوا شايفين كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده فرمت اهو. هبدا بقى ان انا احط عليه الميه المسلجه دي، هي نص كوبايه، احطها بالتدريج كده، احط شويه وابدا اقلب كده. لو انت اول مره تشوفيني ممكن تحطي لايك واشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. تمام، ما تنسونيش في اللايك يا بنات، اللايك هو اللي بيشجعني بجد، علشان يعني بجد انا بشجع باللايكات وكومنتاتكم الحلوه. بعد كده يا بنات هحط اهو زي ما انتوا شايفين كده باقي الميه، واحط كمان التوابل كلها اللي انا قلتلكوا عليها: ملح وفلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وكمان توابل فراخ. تمام، زي ما انتوا شايفينها كده هبدأ اقلبها كده تقليبه، عشان لو في حاجة مثلا تحت كده فوق، تقلبيها كده من فوق لتحت كده. لانشون يا بنات اقتصادي جدا، ومن غير جبنة، من غير بيض، من غير ما تكلفي نفسك 5 بيضات و6 بيضات ومش عارفة ايه، يعني مش في تكلفة خالص على فكرة. يعني هو بيضة واحدة وصدر الفرخة شايباه من الفريزر، انا عندي موجود في البيت يعني. تمام، فمش حسيتي باي يعني ايه. ولون الطعام ده كان عندي برضو، الازازه اللي انتوا شايفينها دي ب5 جنيه، جايباها من 5 جنيه من عند العطار. دي لون طعام احمر بودر. طبعا وانا باجي اقلب بدهن المعلقه زيت، عشان ايه الخليط مش يلزق كده برضو، بدهنها زيت كويس. تمام. اكتبي لي بقى كومنتي برايك. هبدا احط بقى اللون واكمل فرم. تمام، عاوزه اقول لكم ان انا كنت عامله طريقه للانشون بس هي مش عجبتني فمش نزلتها. الطريقه دي حلوه تعجبكم باذن الله. عاوزه اقول لكم هي يعني ايه، مش هي قريبه من طعم بره، بس مش بالظبط، يعني مش زي طعم بره، لا، بس هي قريبه سنه كده من طعم بره. بس هي هتعجبكم ان شاء الله. لو الاطفال متعودين اللي هم ياكلوا لانشون من المحلات وكده، ممكن يعني ايه مش يحبوها، بس عشان انا ما بجيبش اللانشون لاولادي وكده، فهم حبوا الطريقه دي وبألف هنا يعني، الحمد لله. كنت مبسوطه جدا ان هم عجبوهم. فانتوا شايفين كده يا بنات بقى، هبدأ برضو لما بحط اللون ببدأ اقلب برضو، علشان إيه زي ما انتوا شايفين كده ايه كله يبقى لون واحد اهو. تمام، كده كده خلصت فرمته ناعم جدا يا بنات. اللهم صل على النبي، ما شاء الله، يعني هتعملي احلى لانشون للمدارس، تمام، لاولادك وكده. هكون بقى جايبه ايه يا بنات، كوبايات الشاي العاديه. عاوزه اقول لكم في اخت على الفيسبوك قالت لي ازاي تعملي في الكوبايات، مش ممكن تفرقع؟ لا لا، مش هتفرقع، لان انت ضامنه ان الكوبايات بتاعتك يعني ايه جودتها كويسه ونظيفه، والكياس بتاعها نظيف، يعني مش هتفرقع ولا اي حاجه. وهتشوفوا معايا في الفيديو، في اخر الفيديو هتشوفوا معايا. هبدا بقى ان انا اجيب الخليط اللي انا عملته واحطه، وابدا ايه اضغط كده بالمعلقه ايه علشان ايه ينزل فقاعات الهواء اللي فيه كده تروح. هدهن بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده اللي بتاع زيت المعلقه، عشان ايه اسوي ايه الوش ده كده مش تطلع متساوي يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. تمام كده، همسح بقى اي زيادات كده، واكون طبعا مسخنه ميه على النار زي ما انتوا شايفين اهي الحله، واحط فيها ايه لان ربع الكوبايه كده ميه. وطبعا متغطي بقى بالستريتش يا بنات، الاضمن يعني الستريتش،
او ورق زبدة على ورق فويل. انا عملته يبقى اطباق، بس انصحكم يعني بلاش اطباق، هقولكوا ليه دلوقتي. تمام. حطيته بقى، كان عندي اطباق، فرحت حاطه عليها ايه طبقين كده. كنت جايبه فوطه حطاها على الفوطه نضيفه طبعا. حطاها على الحله كده، ورحت حاطه الغطا، ولما برضو الفوطه عشان النار كده، وهاديه النار جدا يا بنات، نار هاديه لمده ساعه. زي ما انتوا شايفين كده ايه، بدي بعد ساعة و10 دقايق كده، عشان كشفت عليها ساعة. بعد ساعة اقول لكم بقى ايه، مش تحطوا كوباية اطباق كده ليه، لان الطبق ما كانش محكم عليها كويس. فلقيتها عملت مية كده من على الوش، وطبعا اللون طلع. للاسف اللون طلع، يعني هي حمرا كده، بس يعني اللون مش احمر يعني زي بتاع بره كده. فانا بقى رحت كبه الميه في الحله ومغطياها وسبتها 10 دقايق، حتى شفت الميه لونها احمر ازاي. فانتوا الاضمن عشان البخار مش يدخل الكوبايه، هو ورق الستريتش او فويل، زبده كده وفويل. تمام. هبدا بقى اختبرها بخلة اسنان. طبعا انا اختبرتها وهي على النار، طلعت نظيفه ومستويه بسم الله ما شاء الله بقى. زي ما انتوا شايفين كده، شفتوا بتتقلب بكل سهوله ازاي، شفتوا البخار بيطلع ازاي، يعني سخنه وبرضو طلعت من الكوبايه بكل سهوله. هبدأ بقى ان احطها على الاطباق كده، واسيبها ان هي ايه تبرد تماما. تماما سيبيها تبرد يا بنات على الاقل ساعة. مستعجلة سيبها تبرد شوية، مثلا 10 دقايق برا، وتحطها في التلاجة ساعة. دي بقى الكوبايات يا بنات اهي، زي ما انتوا شايفين اهي، ولا اتشرخت ولا اتكسرت ولا اي حاجة ولا فرقعت. تمام كده. عاوزة اقول لكم، لو انتي برضو مش ضامنة جودة الازاز بتاعك يعني الكوباية، ممكن تحط عليها ورق فويل كده من ايه، من القعر من تحت كده، بتغلفيها بورق فويل من تحت كده، او ممكن تحطي فوطة في المية، وبعد كده ايه تروحي حاطة الكوبايات. بس انا ما حطيتش حاجة عشان انا عملتها قبل كده في الكوبايات، والحمد لله يعني طلعت كويس. زي ما انتوا شايفين بقى، طلع كوبايتين لانشون من ايه، من صدر فرخة واحد. بسم الله ما شاء الله. عاوز مش تاخدوا بالكم. ابني كان مستعجل، فانا قلت له لا لسه بدري وكده، فهو ايه اللي انتوا شايفينه ده. هو اللي عاملها يعني، لو خدت بالكم يعني. تعالوا بقى ما نقطعها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، والله يا بنات يعني احسن وانضف من بره كمان ب100 مره. حاجه انت عاملاها في بيتك ونظافه، وكمان ضامنه نظافه الخلاط او الكبه اللي انت بتعملي فيها. عاوزه اقول لكم، انت ممكن تفرموها في الخلاط يا بنات، بس مثلا بيبقى فيه بتوع فراخ بيبيعوا الفراخ يعني مفرومة جاهز، فانتي ممكن تخليهم يفرموها على وشين مرتين يعني. بعد كده تحطي نص كوباية المية في الخلاط والبيضة، وتروحي حاطة ايه الفراخ، وتفرمهم في الخلاط عادي. تمام. عاوزة اقولكوا اللانشون كان تحفة. هاتي بقى عيش بقى شامي، عندك لانشون. ما هو لانشون عفوا، فينو يعني كده، سندوتشات بقى. عايزه اقول لكم احنا اتعشينا بيه، كان تحفه. جربوه باذن الله هيعجبكم. لو انت اول مره بتجربيه، مش يعني ايه، مش الزودي يعني ولا كده، جربي مثلا نص صدر يا ستي، وهيعجبك وهتعملي تاني. تمام. هبدا بقى ان انا احطه في كيس كده، واحطه في التلاجة بقى، ونطلع بقى براحتنا. يلا كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وكومنتي كده حلو زيكم ورأيكم. مع السلامه.